اول حاجه بقى قبل ما تخش في بزنس قال لك انت لازم تاهل نفسك نفسيا. يعني ايه اهل نفسك نفسيا؟ ما انت قدامك حل من الاثنين، يا اما تبتدي ان انت تاهل نفسك نفسيا قبل ما تخش البيزنس، يا اما هتخش على عماك فهتتعب نفسيا وتروح لدكتور نفسي برضه. فانت كده كده محتاج تاهيل نفسي. طب محتاج تاهيل نفسي في ايه؟ بص كده الاثنين اللي بيجروا دول، الاثنين دول رياضين مختلفين عن بعض. في طريقين للجري او في رياضتين جري، في حاجه اسمها ماراثون وفي حاجه اسمها سباق سرعه. تمام. اللي هنا ده بيشتغل على حاجه اسمها سباق سرعه. يعني ايه سباق سرعه؟ هو بيجري بسرعه، هو هدفه ان هو يجري حته صغيره او حته قصيره في اسرع وقت. الماراثون العكس، الماراثون هو عايز يجري مسافه طويله، بس المهم ايه؟ الاستمراريه، الاستمراريه الطويله. البيزنس بقى تفتكره هو سباق سرعه ولا ماراثون؟ ماراثون. فانا لازم ابقى مؤهل نفسي نفسيا ان انا مش داخل اشوف نتائج اول سنه ولا ثاني سنه ولا ثالث سنه. الناس للاسف اللي بتتكلم في ناس بتتكلم كده على اليوتيوب او في محاضرات في البيزنس، يقول لك ايه؟ يقول لك بص المشروع قدامه 3 سنين، لو ما بقاش يكسب بعد 3 سنين اقفله. دي مصيبه سوداء. هو ما فيش حاجه اسمها كده، لان اولا كل مشروع يختلف عن التاني. ممكن مشروع استنى عليه 10 سنين عشان يكسب، وممكن مشروع يكسب من اول سنه. دي اول حاجه. تاني حاجه، طب انت قبل ما تقول المعلومه دي ما بتقولوش ليه ان انت في خلال الثلاث سنين لو ما كسبتش يبقى لازم عندك غلطات لازم تحط ايدك عليها وتاهله نفسيا ان هو هيبقى عنده غلطات ويحاول تاني ويجرب تاني اند سو اون. فالتاهيل النفسي مهم جدا عندنا، لازم احنا نبقى داخلين عارفين ان احنا مش هنصيف مع ساويرس السنه دي ولا السنه الجايه ولا اند سو اون، الموضوع لسه طويل.